في موضوع المال، ثمة من يقول بأن اختلاط مال الحكام في دول الخليج عموما بمال الدولة ربما يؤدي إلى صعوبة التوصل إلى تقييم دقيق للوضع المالي لهذه الدول. هل توافق على ذلك؟ يعني نحن عندنا الحاكم ربما مختلف عن الحاكم في بلد آخر. عندنا نحن على الأقل في دول الخليج وبالذات عندنا يمكن في الإمارات ما عند الحاكم عندنا وما عندنا للحاكم. اتكلمي يا حيط وجف يا غلن. يعني بالتالي يعتبر كل المال في مجمله هو مالنا وماله. والله من زمان اقول يا رب ده انجليزي يا مرسي. هو مالنا وماله. يعني ميزانية الدولة هل هي منفصلة مثلا يعني بشكل واضح عن ميزانية الأسرة الحاكمة لنقل؟ ميزانية يا سيدي ما يعني أولا ليس شيئا محددا للحاكم، كلنا للحاكم والحاكم كله لنا. يا نهار اسود، ايه ده يا جدع؟ ده الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. هذه بقول لك شيء واحد. هذه فلسفة لا أحد يعلمها إلا أبناء الخليج أمثالنا نحن. طيب وكأنك تؤكد بأنه فعلا، وكأنك تؤكد فريق ضاحي بأن فعلا يعني المال مختلط بين الحاكم وبين الدولة، حتى ننهي هذه النقطة، أليس كذلك؟ الحاكم عندنا هو الدولة والدولة هو الحاكم. قنعة كلامك منطقي يا أستاذ، يعني كلام منطقي مثل هاي. الله زعمر. الحاكم عندنا هو الدولة والدولة هو الحاكم. احنا ما عندنا يعني فرق بين الميزانيتين. الميزانية الخاصة عند الحاكم تصل أيدينا لها كمواطنين بالقدر الذي يجعلنا في رفاه وفي نعيم. مانجا ياخد مانجا، عايز فراولة ياخد فراولة، عايز فلوس ياخد فلوس، هو محتاج فلوس. اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. وهل تصل هو ايضا يعني مثلا يعني سلطاته ايضا طبعا شيء طبيعي ان تصل الى ميزانية الدولة، اليس كذلك بالمقابل؟ لا شوف، في بالعكس، ما يخصص للدولة وما يخصص للحاكم يعمم على الشعب. طيب صدق ولا تصدق. طيب ودي افاجئك